ازيكم احلى اخوات. رجعنا لكم بفيديو جديد من سلسلة حكاية مع جراني. النهاردة يا شباب هنحكي قصة جميلة جدا عن فصاحة العرب، يعني زمان. القصة دي جميلة، هي قصة قصيرة لكن قصة جميلة ومفيدة جدا، يعني بتبين فصاحة العرب زمان. أهم حاجة ما تنسوش اللايك الجميل وإنك تصلي على النبي في التعليقات. القصة بتقول عن واحد من خراسان، هي الخراساني وابنة الأعرابي. ده عنوان القصة. بيقول يحكى أن رجلا من خراسان يجيد اللغة العربية بطلاقة، حتى إن العرب إذ كلمهم سألوه من أي قبائل العرب أنت؟ فيضحك ويقول أنا خرساني وأجيد العربية أكثر من العرب. فذات يوم وكعادته وجد مجلس قوم من العرب فجلس وتكلم معهم، وسألوه من أي قبائل العرب أنت؟ فضحك وقال أنا من خراسان وأجيد اللغة وأجيد العربية خيرا منكم. فقال له أحدهما اذهب إلى فلان ابن فلان رجل من الأعراب وكلمه، فإن لم يعرف إنك من العجم فقد نجحت وغلبتنا كما زعمت. فذهب هذا الرجل الخرساني إلى بيت الأعرابي وطرق الباب، فإذا بابنة الأعرابي وراء الباب تقول من بالباب؟ فرد الخرساني أنا رجل من العرب وأريد أباك. فقالت أبي ذهب إلى الفيافي فإذا فاء الفيء أفاء، وتعني إن أباها ذهب إلى الصحراء فإذا حل الظلام أتى. فسألها الخرساني مرة أخرى أين أباك؟ فأجابت أبي ذهب إلى الفيافي فإذا فاء الفيء أفاء. فأخذ الخرساني يراجع الطفل ويسألها وهي تجيب من وراء الباب. عندئذ سألتها أمها من بالباب يا ابنتي؟ فردت الطفلة أعجمي على الباب يا أمي. فهنا الطفلة العربية رغم صغر سنها ان هي عرفت ان الراجل ده اعجمي ولست عربيا. دي فصاحة العرب زمان. يعني هي قصة قصيرة لكن قصة جميلة جدا عجبتني فقلت اشاركها معاكم. واتمنى ان الفيديو والقصة تكون عجبتكم. ادعمونا باللايك والاشتراك وصلي على حبيبك النبي في التعليقات، واستنونا في قصة جديدة، في قصص كتيرة جدا جاية ان شاء الله. هسيبكم مع الفيديو، كملوا مع فيديو جراني، والفيديو ده ان شاء الله هنهرب بالقارب. واسيبكم على الفيديو، ما تنسوش اللايك الجميل.